ده الشوربس الاسباني ابن عم بلح الشام وانا بعشقه. يلا احفظوا الوصفه: نص كوبايه ميه، وهنعاير كله بالمعالق المعياريه، معلقه ونص كبار زبده، معلقه كبيره سكر، نص معلقه كبيره زيت. هحط رشه ملح صغيره ومعلقه صغيره فانيلا سايله او كيسين فانيلا باودر وريحتها خطيره. هقلبهم على نار متوسطه عاليه لحد لما السكر يدوب وكمان الزبده تسيح، وانزل عليهم بنص كوبايه دقيق وافضل اقلبها لمده دقيقه ونص كده لحد لما الدقيق يروح خالص ويعني يستوي كده شويه وتلم زي العجينه كده بالشكل ده. هسيب العجينه تبرد خالص، بعد كده احط لها بيضه. اوعوا تحطوها والعجينه سخنه، هيبقى اومليت. تمام. نحط عليها بيضه واحده ونقلبها كويس قوي بالسباتولا لحد لما البيضه تختفي خالص كده بالشكل ده. وهنجيب بايبنج باج او كيس حلواني كده ونحط فيه الخليط، والزيت بتاعي سخن زيت غزير. عايزه اقول لكم كمان دي الباتاشو او عجينه الشو الفرنسيه اللي بنعمل بيها اكلير او بروفيترول. دلوقتي طبق حطيت فيه سكر وقرفه والزيت غزير وهنزل كده بيه. وطبعا ممكن البايبنج باج يبقى اكبر، يعني قصدي الستار تيب تبقى اوسع زي ما تحبوا. انا بحبه رفيع كده، الولاد بيحبوا رفيع، ممكن تعملوه اتخن. ما بياخدش وقت كتير خالص، ياخد لون ذهبي كده حلو فاتح. نطلعه على طول، مش بنصفيه من الزيت علشان الزيت هو اللي بيلزق لي السكر والقرفه مع بعض عليه بالشكل ده. طعمه مقرمش وطعمه خطير. انا بالنسبه لي ادي الشوربس الاسباني 10/10 لانه مقرمش وقمرز بجد. بلح الشام اديله 4/10. ما تنسوش تتابعوني انا وشو حلو، الوصفات حلوه كتير. جراسياس.